السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعل من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه نوجي يور ورك بليس ابلكيشن. التطبيق ده مساحته 9 ميجا و2 من 10، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالعمل، يعني لو انت صاحب عمل او صاحب محل او صاحب مشروع وحابب ان انت تبقى متواصل مع جروب العمل بتاعك، بحيث بقى الشغل بقى ان انت تطلع على الشغل، تعرف الشغل ماشي كويس، تعرف الموظفين الموجودين والموظفين اللي مش موجودين، تعرف البضاعة اللي جات لك جديدة، البضاعة دي اتحطت في المخازن ولا البضاعة دي اتعرضت. طلعوا البضاعة اللي موجودة في المخازن، غيروا لو بالنسبة مثلا للناس اللي هم بيبقوا شغالين في المحلات، طلعوا البضاعة اللي موجودة في المخازن، غيروا تشكيلة العروض. الحاجات دي كلها بتقدر ان انت تتواصل مع فريق العمل بتاعك، بالاضافه لان فريق العمل بتاعك برضو بيعرف يتواصل مع بعضهم البعض، بحيث مثلا ان حد مش هيروح الشغل مثلا النهارده، هيغيب، عنده مشكله، عنده ظرف، هيستأذن. فبيكون بيتكلم على التطبيق ده بحيث ان كل فريق العمل يكون عارف ان الشخص ده مثلا عنده مشكلة، الشخص ده مش هيكون موجود. صاحب العمل برضو يكون عنده فكرة عن الموضوع بحيث ان هو يقدر يوفر البديل. كل المميزات والحاجات دي موجودة على التطبيق ده، بتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق ده. يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه لمزايا التطبيق. مشكله التطبيق انه التطبيق ده مش موجود في مصر ولا في اي دوله عربيه، التطبيق ده موجود في اوروبا وخصوصا في دوله المانيا. بالاضافه لان التطبيق ده بيحتاج منك اشتراك شهري و وبس كده. يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه. مكتوب في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.